بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرة مع عادل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتتابعونا على اليوتيوب، لايك وشير والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب. هتلاقي اللوجو بتاع القناة الكرة مع عادل وجنبها كلمة اشتراك، بتدوس اشتراك، فعل الجرس يوصلك كل إشعارات حلقاتنا. ولو بتشوفونا على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي الكرة مع عادل وجنبها كلمة متابعة، بتدوس على كلمة متابعة، بتفعل الجرس عشان يوصلك كل إشعارات حلقاتنا على الفيسبوك. نبدأ حلقاتنا، وفي الحلقة السابقة اتكلمنا عن المهاجم المنتظر لنادي الزمالك فيلي تراوري. فيلي تراوري ده موهبة مازيمبي. نادي الزمالك بيفكر يجيبه مكان سيف الدين الجزيري. ما كملتش لحضراتكم احصائيات اللاعب فيلي تراوري. ده لاعب مازيمبي الكونغولي. لاعب ده لو جه هي بصراحه يبقى مهاجم قنبله لنادي الزمالك. لاعب 36 مباراه، احرز 25 هدف وعمل 7 اسيست. بصراحه حاجه كبيره جدا، زائد السرعه زائد القوه. بتمنى ان نادي الزمالك ما يفرطش في الصفقه دي، لان صفقه في سعرها في المتناول. نلتقي بعد صفقة نادي الزمالك لصفقات النادي الأهلي. اتكلمنا عن نادي الزمالك 3 صفقات اتمنى نادي الزمالك يخلص فيهم. اتكلمنا عن الباك الشمال اللي بيلعب باك شمال وبيلعب جناح شمال وبيلعب مساك، موهبة الكاميرون. واتكلمنا عن المهاجم السنغالي نيانج، ده برضو حاجة جامدة جدا. وكلمنا عن المهاجم بتاع فيلي تراوري لاعب مازيمبي. بنتمنى نادي الزمالك يخلص فيهم. نروح بقى للصفقات السوبر للنادي الأهلي. والنادي الأهلي بصدد إنهاء التعاقد مع اللاعب الفلسطيني عمر فرج. عمر فرج ده مهاجم فلسطيني بيحمل الجنسية السويدية. النادي الأهلي أنهى 99% من الاتفاق مع عمر فرج، وتم إجراء الكشف الطبي لعمر فرج في أحد مستشفيات السويد. يبقى حضور اللاعب للقاهرة لإنهاء الاتفاق والتوقيع على عقود انتقاله للنادي الأهلي. طب هتقول لي ما النادي الأهلي عنده مهاجم فلسطيني يا معالي الباشا. المهاجم الفلسطيني ده بيتأيد لاعب محلي، بيتأيدش لاعب محترف. وسام ابو علي متسجل لاعب محلي لانه بيحمل الجنسيه الفلسطينيه رغم ان هو معاه الجنسيه الدنماركيه. طيب قلت لنا قبل كده الاهلي هيجيب عدي الدباغ، النادي البلجيكي له عدي الدباغ، ما عندوش اي مانع ان النادي الاهلي يتفاوض لعدي الدباغ، ولكن عمر فرج لاعب يفوق عدي الدباغ. لاعب سريع، هو نسبه التهديفيه مش عاليه جدا، ولكن لاعب قوي وسريع ومهاري وبيخلق فرص جامده جدا. لعب 13 مباراه مع ناديه السويدي، ما احرزش غير 7 اهداف وعمل 4 اسيست. يعني معدل التهديفي بتاعه ضعيف، ولكن لاعب قوي وبيخلق فرص لزمايله. مش مشكله المهاجم ان هو يسجل، بس المهم انت بتخلق المكان الصح اللي انت بتقف فيه، وبتشوف الملعب وازاي تخلق فرص لزمايلك. النادي الاهلي على بعد خطوه من انتهاء اتفاقه مع عمر فرج المهاجم الفلسطيني اللي بيحمل الجنسيه السويديه. فان شاء الله في خلال ايام سيحضر القاهره لتوقيع العقود. نروح للصفقه الثانيه، عمر الساعي. عمر الساعي ده بيلعب لاعب ديفندر، لاعب وسط ملعب، محتاجينه لان ديانج مشي. ده هيبقى ان شاء الله خليفه عمرو السوليه. فعمرو السوليه بالكتير هيبقى فيه موسم او موسمين مع النادي الاهلي. فالنادي الاهلي من اللحظه دي بيبني لاعب مكان بديل للاعب اخر. فعمر الساعي العروض تنهال عليه من بيراميدز ومن نادي الزمالك، عروض ومقابل مادي يفوق النادي الاهلي، لدرجه ان بيراميدز عرض عليه عقد للاعب دون الفلوس اللي هتدفع بقى للاسماعيلي. عرض لاعب 1.1 مليون دولار. 1.1 مليون دولار، يعني حوالي 60 مليون جنيه في الموسم. ومع ذلك قال لإدارة الإسماعيلي، قال لهم أنا بختار التاريخ، أنا عاوز أروح النادي الأهلي، أنا الفلوس
مش في سكتي. اللي هاخده اقل من النادي الاهلي هعوضه بطولات وشعبيه تستنى معايا ومع اولادي مدى الحياه. فعمر الساعي بيختار النادي الاهلي. هتقول لي طب نادي الزمالك محتاج عمر الساعي. هقول لك انا عارف محتاج عمر الساعي، ولكن اختيار اللاعب فين؟ لو اللاعب قال انا عايز اروح بيراميدز، الاهلي مش هفكر فيه. عايز اروح الزمالك، انا مش هفكر فيه. ولكن لما الاقي لاعب متمسك بيا لازم انا اتمسك بيه. فالنادي الاهلي او لجنه التخطيط او شركه الكره بصدد انهاء الاتفاق مع نادي الاسماعيلي لضم عمر الساعي لاعب وسط الملعب في الموسم القادم. ده بالنسبه صفقتين سوبر للنادي الاهلي. في حاله انهائهم يبقى النادي الاهلي انهى 3 صفقات سوبر. الصفقه الاولى قلنا يوسف ايمن لاعب الدحيل القطري، لاعب بيحمل الجنسيه القطريه والجنسيه المصريه. النادي الاهلي خلصه وده في الدفاع. طب هتقول هل الاهلي هينسى صفقه المهاجم الاجنبي؟ دلوقتي عنده وسام ابو علي وعنده كهربا ومرجع محمد شريف. طب وجاب عمر فرج اللاعب الفلسطيني المهاجم. هل هسيب؟ لا، النادي ده مارسيل كولر مشترط في صفقه اجنبيه لازم اجيبها، يا في مركز الهجوم يا في مركز الجناح. في حاله رحيل بيرسي تاو او رضا سليم احد الجناحين لازم في واحد فيهم هيمشي. النادي الاهلي هيضم واحد من بديل للاثنين دول، يا في الجناح اليمين يا في الجناح الشمال. ومارسيل كولر امامه 3 خيارات لعيبه اجانب، ضم واحد منهم. قال للنادي الاهلي هات لي واحد ما خلصليش واحد، هات لي 2 ما خلصش 2، هات لي 3. انا عايز لاعب من ال3 دول. فلجنه التخطيط في النادي الاهلي مركزه على الموضوع ده. فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يشوف مصلحه الفريق فين ويعملها ان شاء الله. نروح بعد كده لمباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي. مباراه كانت سيئه في شوطها الاول من اتجاه النادي الاهلي. لاعبة النادي الاهلي نازله انا لاعب خلاص، انا بقيت على بعد خطوه من الفوز بالدوري. استهتار من اللعيبه، مفيش تمركز في المكان، مفيش تركيز، التعالي على الكره رغم انت بتلاعب فريق قوي هجوميا. ده في المركز الثاني في الهجوم بعد النادي الاهلي. النادي الاهلي الاول هجوميا، والبنك الاهلي عنده سكواد عالي جدا من اللعيبه المهاريه في الخط الامامي. كان شوط سيء. في الشوط الثاني تدارك مارسيل كولر الموقف واعطى للعيبه دش ساخن ما بين الشوطين. نزل اللعيبه غير اللعيبه اللي كانت بتلعب الشوط الثاني. شوط قوي تمكن وسام ابو علي من احراز الهدف الاول للنادي الاهلي. جرت المباراه سجال، وقبل نهايه المباراه ب4 دقائق تمكن البنك الاهلي من احراز هدف التعادل. هدف التعادل ده اللي كان هيأجل فرص فوز النادي الاهلي بالدوري، وكان هيوقف انتصارات النادي الاهلي عند 17 مباراه. وبالرجوع للفار، الفار قال اللاعب كريم بامبو متقدم بكتفه عن رامي ربيعه، فاحتسب الهدف تسلل وليفوز النادي الاهلي 1-0 على البنك الاهلي ويحقق فوزه ال 18. ليستطيع مارسيل كولر كسر رقم المسجل باسم الاسطوره مانويل جوزيه، كان مسجل ب 17 فوز متتالي. مارسيل كولر اصبح 18 فوز متتالي، واصبح النادي الاهلي على بعد 4 نقاط من الفوز بالدوري. في المباراه القادمه ان شاء الله النادي الاهلي على لقاء مع المقاولون العرب. في حاله فوز النادي الاهلي على المقاولون العرب اصبح الدوري في الجزيره. يبقى صحيح ان على بعد نقطه، لكن ننتظر المباراه التاليه الفوز بالدوري. ولكن ده خلاص اصبح النادي الاهلي باقي له 5 مباريات، انت محتاج الفوز في مباراتين من ال5 للفوز بالدوري الممتاز المصري. ان شاء الله بنوعدكم بحصريات على قناتنا. تابعونا ان شاء الله. احنا ما بنفتيش، بقول لك الخبر اليقين اللي هيتم. وصفقه الزمالك السوبر اللي وعدتكم بيها ان انا اقول لكم الثلاث الماضي بامر الله خلاص انهيت كل شيء عن الصفقه، واعلنها لكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. في نهايه اللقاء مع حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعه لقناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الساده المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.